الصفات الإبداعية والفنية هل هي الإنسان بيبقى مولود بيها ولا ممكن يتم تنميتها أو تدريبها زي أي عضلة بندربها في الجيم؟ أنا عارفة إن أنت مهندس إضاءة وعملت مشروع كبير مع زها حديد. كل إنسان في الدنيا مبدع، واللي بيقول أنا صوتي مش حلو واللي بيقول أنا بعرفش ألعب موسيقى وما عنديش وقت مظبوط في الموسيقى هو كل الكلام ده إحنا اللي بنعمله لنفسنا عشان نمنع نفسنا من اكتشاف آفاق كبيرة جدا. مش بتحس إن الناس ممكن تحس إن أنت بتحب تعمل شو أو بتحب الاهتمام قوي، ما بتفكرش إن يعني ده حاجة ممكن تقف ضدك؟ في مقولة مشهورة بتقول أنت عمرك ما هتندم على اللي أنت عملته، أنت دايما هتندم على اللي أنت ما عملتوش. حلوة النصيحة دي. ليه فعلا الناس بعد ال40 تحديدا 45 بالذات 50 فكرة تجربة حاجة جديدة أو حاجة مختلفة هي فكرة غير مقبولة وتقيلة على القلب قوي يعني. ليه الوطن العربي بالذات الموديل بتاعك في الرجالة قليل؟ يعني بتلاقي ستات كتيرة ممكن تعمل حاجات مختلفة، ليه ما فيش رجالة سالكة كده يعني جربوا حاجات كتير ما بيفرقش معاهم، يلبسوا بامبا يلبسوا مطرقعة؟ ليه في توقعات ان الراجل يبقى في قالب معين غلس كده؟ كبرياء للأسف عند الرجالة أعلى من عند الستات. أنا دايما بقول في الكبرياء الإيجو وفي الناحية التانية لاف، يعني بحس إن الحب والكبرياء هما بالظبط الخير والشر. لأن أنا اعتقادي إن الأفكار ما بتجيش من عندنا، أفكار بتيجي من فوق.